أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة جديدة من جلسة تجميل. معانا الدكتور الاستشاري الدكتور أحمد الشريفة. اليوم نبي نتكلم عن شيء مرة مهم، وهو الترند الجديد اللي هو جراحة الأنف وتجميل الأنف اللي هو راينوبلاستي. فعندنا كم أسئلة نبي نطرحها عليك ونبي نستفيد من جميع المعلومات اللي تعطيها للناس. أول شيء، هل ممكن دمج هذه العملية أو عملية الأنف مع العمليات الجراحية الأخرى والوظيفية؟ طبعا بصي، عملية تجميل الأنف مش تجميل شكل. امم الأساس فيها إن إحنا لو في خلل وظيفي بنحسنه. الخلل الوظيفي ده بيشمل أسباب كتير جدا، امم أهمهم ميلان الحاجز الأنفي. تاني سبب بيكون إن حصل تروما تو ذا نوز، فحصل فيه مشكلة في العظم أو الغضاريف بما فيهم الحاجز الأنفي برضو، فأدى لانسداد مجرى التنفس على ناحية واحدة أو ناحيتين. الحاجز الأنفي ممكن يؤدي إلى تضخم القرنيات أو الرفوف الأنفية، فيؤدي إلى أن دخول الهواء يكون مش بصورة طبيعية. امم لازم بس معلومة نبقى عارفينها، يمكن كتير ما يعرفهاش، ناس كتير ما يعرفهاش، إن في جزء دايما في ناحية من ناحيتين مقفول عندنا كلنا في وقت معين امم وإحنا مش حاسين، والناحية معينة هي اللي شغالة. أقصد أن تحديد دخول الهواء في الأنف بيتغير، الايروداينامكس بتاعته بتتغير بعوامل كتيرة جدا وفي توقيتات مختلفة. امتى المريض يقول ان الانف عندي فيها مشكلة في التنفس بعيد عن الجيوب الانفية واسباب اخرى بعيدة عن ال ال الصدر او الازمات او امم المشاكل القلبية او اهم حاجة ان يكون دايما المشكلة ثابتة في ناحية واحدة امم وطول الوقت، او طول الوقت ثابته وبتزيد في حاجات معينه. هنا بقى عندي مشكله obstruction anatomical او تشريحي محتاج استعدال. وزي ما قلنا القصه كلها بتبتدي دايما من الحاجز الانفي. الحاجز الانفي نتيجه ميلانه 80% من البشر عندهم ميلان في الحاجز الانفي، 20% بس اللي بيبقى عندهم مشاكل في الوظيفه. لكن الميلان كمان ممكن يكون نتيجه تروما، ممكن يكون نتيجه خبطه المريض بيكون نسيها. احنا اوكي. جوه عمليه تجميل الانف بنستعدل الحاجز الانفي، بنستعدل الغضاريف، بنظبط الفريم ورك بتاع النوز نفسه ان هو يبقى باوبتيمم بوزيشن علشان المجرى الهواء يكون سليم. هل ده معناه ان في تجميل الانف بيحل كل المشاكل الوظيفيه؟ لا. ولو في التهاب في الجيوب الانفيه مش هيحلها. لو عندي نوع من انواع التحسس الشديده اللي بتؤدي ان الاغشيه المخاطيه تتهيج وتتضخم فتقفل شويه مجرى التنفس، ده مش هيحلها. لكن احنا بنحل المشاكل الاناتوميكال او المشاكل الاستراكشرال، اللي هي المشاكل الثابته في حاجه قافله الطريق ده، احنا هنحلها. تمام. لكن بعد كده الطريق ده بقى بلوكد بحاجات تانية، لا ما بتتحلش. ففي انواع كتير من المشاكل الوظيفيه الاناتوميكال بتتحل مع تجميل الانف، وفي انواع تانية اللي هي النون اناتوميكال ما بتتحلش مع تجميل الانف. الاكيد ان احنا بندخل تجميل الانف علشان نحل المشاكل الشكليه والوظيفيه مع بعض. طب سؤال دكتور خارج الإطار اللي عندنا. هو ما في إنسان وجهه سيمتريكل. ده حقيقي. هل بعد العملية حيظل سيمتريكل ولا برضو حيظل موجود الفرق؟ لأن في ناس بعد العمليات تكتشف أنه مثلا الخشم من الجهة اليمين غير الجهة اليسار. لا، هو الطبيعي ان احنا في كل حالاتنا المفروض نخرج النص اليمين زي النص الشمال بنسبة 99%. أوكي. مفيش حاجة في الدنيا بنسبة 100%. تمام. تمام. وبالتالي حتى التئام الجلد على الغضاريف بعد العملية أحيانا بيبقى مختلف شوية من ناحية لناحية. فالمريضة لازم تبقى فاهمة كده، أو المريض لازم يبقى فاهم كده. لكن مش هنقول إن القاعدة برضو إن هو يخرج في ناحية غير ناحية. في أغلب الأحيان أو في كل الأحيان إحنا بنتارجتنج إن إحنا نبقى 100% زي بعض، ولكن لازم المريض يتقبل في بعض الأحيان عموما في وجهه تجميل أنف بنقدر نعمل الناحية اليمين زي الناحية الشمال بالظبط، لكن في بعض حاجات تانية في الجسم ممكن يبقى فيه فروق بسيطة جدا. طيب دكتور، كم تستغرق فترة التشافي بعد عملية الراينوبلاستي بص، أو الأنف؟ يعني خلينا نقول ان بعد الاجراء على طول، احنا ممكن نتكلم بعد كده عن الاجراء ومدته وكل حاجه. لكن خلينا نقول ان بعد الاجراء اغلب الحالات التجميل الانف الاوليه اللي هي مش ترميم، احنا بنحط الدعامه الخارجيه او الجبيره دي بتقعد من 7 ايام ل9 ايام. فبعدها المريض بيقدر يرجع يواجه الناس ويمارس حياته الطبيعيه. طب قبل كده ما يقدرش يشتغل، والله لو بيشتغل من البيت او بيشتغل في المكتب ما بيشوفش حد، ممكن آه، يشتغل عادي جدا من تالت يوم مثلا. طيب في دعامة داخلية بتفضل معانا من 10 ل 12 يوم، ودي مش ما فيش حد بيكون شايفها حتى المريض نفسه. والحشوة اللي بتتحط أحيانا من 6 ساعات ل 24 ساعة حسب الحالة. الحشوة دي بتبقى وظيفتها امتصاص أي نوع من الإفرازات الدموية بعد عملية تجميل الأنف، وبنشيلها بعد 24 ساعة
في اغلب الاحيان، وممكن قبل كده بالاتفاق مع المريض. طب متى تبين الشكل النهائي دكتور؟ بقى بصي انا اقول لك حاجه بقى، عشان الناس احنا بنقول الكلمه دي وزمايلنا بيقولوا الكلمه دي وهنفضل نقولها والناس بتنسى. الشكل النهائي في حاجات العينه لو فيها حدبه هتخرج من غير نيزل هامب، دي هتروح من اول يوم في العمليه. تمام. الفتحات كبيره وصغرناها هتبان صغيره من اول يوم في العمليه. تمام. العظمه كانت عريضه هتبان ضيقه من اول يوم في العمليه. نيجي بقى للمنطقه، يعني احنا بنسميها المنطقه الازمه اللي هي التب. التب دي عباره عن غضاريف ولحم، والجلد هنا سميك. علشان ياخد وضعه النهائي بنتكلم من 3 ل6 شهور. في ناس بعد شهر بتبقى تحفه، بس ما اقدرش اقول ان ده الستاندرد اللي اقيس عليه. هو من 3 ل6 شهور. طب حضرتك عامله ترميم انف، يبقى استني سنه. تمام. يعني لازم تجميل الانف. لو التورم في الارنبه هيضايقك اعرفي ان هو مش هيتحسن قبل مرور سنه. ايه تاني بيتحكم فينا في مده التشافي او ان النتيجه تبان، النتيجه النهائيه تبان؟ سماكه الجلد. اللي جلدها سميك برضو بتقعد من 3 ل6 شهور، وصدقيني يعني سنة علشان نقول ان دي النتيجة النهائية. اذا في كذا عامل بيحدد مدة التشافي. رقم 1 سماكة الجلد. رقم نوع تاني حاجة نوع الإجراء، هل هو كان إجراء تجميل أنف عادي ولا ترميم أنف. وتالت حاجة بقى العوامل الأخرى المتعلقة بالجينات بتاعة المريضة، هل التئامها سريع عن مريضة تانية، هل في تدخين أو لا. ده كله بيختلف من حد لحد. طب دكتور، إيش رأيك بالترند الجديد حق الكوريين؟ الناس كثير يتكلمون عنه، صار فجأة يبغون الخشم يكون طالع كذا بارز العظمة اللي فيه. وطبعا زمان كانوا الناس تبغى زحليقة اللي هم يسمونه الأنف يعني شوي، بس الآن لا، يبغونه طالع وبارز العظمة اللي هنا والتب حق النوز. أنا ضحكت لأن في كلمة ترند دي كلمة مرعبة. ترند دي يبقى وراها مشكلة على طول. بصي، رقم 1 الكوريين أو الإيشنز عندهم حاجة معينة، إن هم فريم ورك بتاعهم محتاج تدعيم. ده ما ينفعناش احنا. تمام. العكس مثلا في الانوف اللي هي الحدبه فيها عاليه، دي محتاجه ان هي تتنحت. خلينا نقول ايه المناسب لوجهي اكتر من الترند. مفيش حاجه الترند ده هيروح ويجي وبيختلف من شخص لشخص. احنا زمان او الاساس والصح ان الانف تكون جايه مستقيم. ده الانف من علامات الجمال. اوكي. ان الانف الجايه تكون مستقيمه فيها انحناء خفيف. الانحناء المبالغ فيها اللي بعض الدول الاوروبيه بتعملها ده مش صح، او يعني جراحين الدوله الاوروبيه دي بيعملوها، ده مش صح. برضه نفس الوقت ان احنا احيانا بعض الناس تضيف غضاريف هنا، لا، في الجزء النيزيون ده لازم يبقى منخفض ما بين العينين. ده علامات اساسيه في جمال اي وجه. اي وجه واي جنس في الدنيا لازم يبقى عارف ان هو دي من العلامات الجمال الاساسيه. انا ما عنديش حاجه في تجميل الانف اسمها ترند. في مقاييس للانف المثالي، احنا بنشتغل ان احنا نوصل انف المريض للانف المثالي في الشكل. ماليش دعوه لا بترند ولا ليا دعوه. في طلبات معينه ما ترفعليش الارنبه قوي ممكن. تمام. في طلبات ممكن الزحليقه زي ما انت بتقولي تكون خفيفه شويه، ازودها لي شويه ممكن لو هتليق على وشها. تمام. لكن حد يقول لي خلي لي الانف من هنا لهنا حاجه واحده، ده مش صح. تمام. التصغير المبالغ فيه في الفتحات، الناس متوهمه ان لما بصغر الفتحات يا جماعه بصوره مبالغ فيها شكل الارنبه نفسه بيتغير. يعني اللي احنا قاعدين نعمله جوه العمليه عشان نرسم الارنبه، لما انت بتصغري الفتحات كتير بتغيري شكل. وبعدين دايما نقول في تصغير الفتحات ده مور ده لسه مور، يعني انت كل ما تشيلي قليل يكون احسن. تمام. ففي حاجات وترندات احنا مش بنمشي وراها عشان ما نوصلش لنتائج كارثيه. برضو تجميل الانف زي تجميل الوجه، فتره من الفترات الناس مشت بالمسطره ان كل الانوف لازم تطلع زي بعض. اعتمدنا ان احنا نقص من الغضاريف، ده خلى النتائج في بعض الاحيان كانت كارثيه على مستوى الشكل وعلى المستوى الوظيفي. لكن دلوقتي احنا ازاي نقدر نوصل للشكل الحلو بدقه، بان احنا نخلي الشكل طبيعي في نفس الوقت حلو والمناسب لكل وجه. المناسب أكيد لأن في ناس تختلف. بالزبط. في ناس عيونها صغيرة، في ناس عيونها بالزبط. كبيرة، حواجب، ملامح، جلد. أكيد. دكتور، إيش الفرق بين جراحة التجميل الأنف اللي هي التقليدية والألتراسونيك؟ هل في فرق؟ بصي الالتراسونيك زي المايكرو اير في شفط الدهون. الالتراسونيك ده حاجه خاصه بالجراح وهو شغال ازاي هيعمل استيوتومي او الشق العظمي. اوكي. هو ما بيفرقش مع المريض حاجه كبيره. بمعنى ان هو اتعمل علشان يقلل التورمات بتاعه
ما بعد العملية، مم. يخلي ان الاستيوتومي يكون دقيق اكثر. مم. لكن الجراح الخبير التراديشنال استيوتومي بيجيب معاه نتيجة قوية جدا. وافاجئك ان على مستوى التورم قد يكون احيانا ان احنا عشان نوسع في الانف علشان نعمل الالتراسونيك مم. اوستيوتومي احيانا بيكون في مور اديما للتيشوز اكتر من التراديشنال اوستيوتومي اللي ما بياخدش اكتر من دقيقه او دقيقه ونص في كل ناحيه. مم. الالتراسونيك ممكن الوضع يطول شويه. هو موضه، هو ترند. انا شخصيا بعرف استخدمه عادي جدا، مريض لو طلبه هستخدمه، مفيش فيه مشاكل مم. ابدا. هشرح له ان الورم مش هيفرق. انا واحد خبير في تجميل الانف، بقول ان الكسر هي يعني انا بطلعه زي الاستيوتومي مم. زي الالتراسونيك بالظبط. اوكي. ممكن يكون مفيد لبعض الناس اللي هم لسه حديث العهد بتجميل الانف، ولكن هو كتول بيفرق، ما بيفرقش كتير قوي مع المريض، لكن موجود ولازم نستخدمها ولازم نحترمها وما نبقاش ضد اي ترند جديد، مم. بشرط ان احنا ما نديلوش اكبر من حجمه. لكن عموما في النتيجه النهائيه تقريبا ما بيفرقش قوي. طب دكتور، ليش أصبح البريزرفيشن راينوبلاستي أفضل على شكل طبيعي أو يعطي نتائج انا طبيعية؟ انا يمكن انا العائله كلها طبيه، مم. وانا اتذكر هو والدي دكتور باطنه، ولكن كان في يوم من الايام بيحضر مؤتمر ورجع قال لي كلمه انا ما نسيتهاش لان انا كنت صغير. قال لي كان بيتكلم ان هم دلوقتي طالعين في موضه جديده كده، كان دواء مشهور قوي مم. في علاج الفشل القلبي. مم. قال لي هم كل شويه هيطلعوا في موضه ويرجعوا يرجعوا للاصل. يغيروا للأصل. فهو الحقيقه البريزرفيشن راينوبلاستي وده مش غلط، ده رحله العلم. رحله العلم تتطلب ان احنا نشوف ايه الجديد ونطبقه ونفترض ان هو الافضل، ولكن ممكن يبان بعد كده ان اللي احنا كنا بنعمله كان عادي وكان كويس، وندمج من هنا حاجه ومن هنا حاجه. ويمكن ده اللي انا بعمله في تجميل الانف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تجميل الانف التحفظي فكرته كلها مثلا في الحدبه ان هو بدل ما يقص من فوق يقص من تحت عشان يحافظ على الارتباط بتاع الطبيعي ما بين الانسجه هنا. وانا ده في مجمله كويس جدا، مم. لكن كان احيانا النتائج بتاعته مش دقيقه، مش بريدكتابل زي بالظبط ما تقطعي قدامك وتظبطي الدنيا دي. مم. فهو الحقيقه البريزرفيشن راينوبلاستي فكره حلوه، ولكن مش لازم اطبقها طول الوقت بكل الستبس على كل انواع الانوف. في انواع انوف لازم الاساس فيها الاستراكشرال راينوبلاستي او التجميل الانف اللي هو بنسميه التقليدي، او اللي هو بيتعامل مع كل مشكله مم. على حده ويتعامل معاها صح ويظبطها ويتعامل معاها بدون افتراض نظريات معينه او ان المشكله تكون هنا فانا هحاول احلها من هنا يعني. لكن انا شخصيا في فلسفتي بقى ان انا ممكن ادمج الاثنين مع بعض. مم. الحاجه اللي اقدر احافظ عليها في اربطه وانسجه الانف وما اجيش جنبها مم. طالما هي كويسه في المريض احافظ عليها. يعني انا اتذكر ان كان جاي لي مريض راجل وعنده الانف حاده هنا، الارنبه حلوه جدا وحاده. مم. كان كل مجهودي جوه العمليه ان انا ازاي اظبط له الحدبه مثلا من غير ما افتح الرباط الداخلي ما بين الغضروفين السفليين. أوكي. فهو البريزرفيشن راينوبلاستي بالنسبه لي هي فلسفه وليست اجراء تدخلي، او يعني اجراء انا بتبناه ومدرسه انا متحمس ليها ومتشنج ليها، وبتوع الاستراكشر راينوبلاستي متحمسين ليها. هي الفكره ازاي انت توصل. يعني انا ليا كلمه ممكن تكون صادمه شويه، جراح التجميل الشاطر زي الحرامي زي النشال، ازاي يوصل للي هو عاوزه باقصر طريق. بس أوكي. لو الطريق القصير مش هيوصلك اللي انت عاوزه، اشتغل الطريق الطويل الصعب عشان توصل في النهايه النتيجه حلوه. مم. طب دكتور، معلش، لو جتك مريضة وهي حابة تشوف أول شيء قبل ما تخوض أي عملية، هل في فعلا نظام أو تقنية محاكاة لا 3D أو شيء ممكن كتير. نشوف كم تعطيك النسبة فيها مثلا؟ لا تديني 70% من النتيجه. 70. 3 دي بيتعامل حلو قوي مع العظم، مم. بيتعامل حلو قوي مع تصحيح العظم اللي انا ممكن اعمله لها واوعدها بيه، مم. لكن ما بيدينيش اكتر حاجه بتزعل المريضه من جراح التجميل بعد عمليه التجميل الان هي الورم وتضخم الجلد لو الجلد سليم. مم. لان احنا ممكن نشتغل على كل حاجه في الانف سواء غضاريف او عظام، ولكن مشكلتنا كلها المرضى سميكي الجلد. مهما عملنا من تدعيمات غضروفيه ومهما حاولنا نرقق من الجلد ده جوه العمليه ومهما حاولنا بعد العمليه نديهم جرعات معينه من الادويه اللي بتقلل سماكه الجلد، لان في النهايه ده ما بيتغيرش وبيفضل موجود من حد لحد. مفيش حد ابيض هيبقى اسمر ولا اسمر أكيد. هيبقى ابيض، ولا جلده رفيع هيبقى جلده تخين. فالمشكلة الأجهزة دي إنها ما بتديش للعيان شكل الجلد بعد العملية. هي أوكي. بتديله شكل صورة، هي أخدت صورة
لعبت عليها ادت له صورة، لا بينت له شكل التورمات ولا شكل الجلد. احيانا حتى احنا تحكمنا فيها جوه كرسمه ما بيبقاش تحكمنا في الانف. الانف بالنسبه لنا احنا بتبقى ثلاثيه الابعاد، يعني هي شيء مجسم، فالتعامل معانا بيكون احسن. فانا ما بحبش البرامج دي قوي، بستخدمها لبعض المرضى، ولكن لازم يبقوا فاهمين ان مش دي النتيجه. ممكن النتيجه تكون احلى من اللي انتوا شايفينها في الصوره، مش معناها انها ممكن تكون اسوأ، لكن ما بحبش استخدمها قوي، لكن بنستخدمها طبعا مع بعض المرضى لما بيطلبوها. دكتور، التوجه الآن، هل الناس تيجي تطلب منك أنف طبيعي ولا ستيل يروحوا على النحيف أكثر شيء؟ لا، الأكثر دلوقتي والله أغلب الناس بدأت تتبسط إن هم بدأوا يدوروا على الأنف الطبيعي. يعني يمكن هنا في الرياض بالذات أو المملكة بدأوا الناس تطلب الأنف الطبيعية، لأن يمكن في مشكلة عند بعض جراحين التجميل إن هم عاوزين يخلقوا من الأنوف كلها تبقى زي بعضها. شوية الناس اللي هم ناحية الشرق المتوسط وكده وبيحبوا الأنف القصيرة المرفوعة. نتكلم عن الخليج العربي والمنطقة العربية، ويحبوا الأنف على طبيعتها أولا، ودي حاجة كويسة وميزة، ويحبوها مش مرفوعة قوي، يحبوا ليها شوية طول. فالجراح لازم يبقى عارف هو بيتعامل مع خلفية ثقافية عند مين. على فكرة حتى بتفرق مع العقلية المريضة اللي قدامي، هل هي فاهمة قوي؟ هل هي واحدة يهمها التغير البسيط الحقيقي، ولا واحدة عاوزة نتيجة فيك وطفلة صغيرة يعني شابة صغيرة عاوزة نتيجة مبالغ فيها شوية، نحترم ده إلى حد ما ونقدر نعمله لها. هل أقدر أعمل لها ده أصلا اللي في دماغها ولا لأ؟ لكن الأغلب الحقيقة، وده اللي بدأ يبسطني، إن أغلب الناس بدأت تطلب نتائج أقرب للطبيعية، لأن دي النتائج المستدامة اللي ما بتخليش المريض يندم إنه عمل عملية تجميل أنف. دكتور، أغرب سؤال عن تجميل الأنف، باربي نوز، جالك؟ جالي قريب واحدة عاوزة مناخيرها صغيرة جدا. لا، أنا الأغرب بقى إن جات لي عيانة الكلام ده أول ما ابتديت أشتغل خالص، طلعت لي صورة كرتون، عارفة الكرتون الياباني اللي الأنف بيبقى مرسوم 7 8 كده، ولا أنا عاوزة مناخيري زيها. أنت متخيلة؟ يعني طلعت صورة كرتونة. ف الهوس بالأنف الصغيرة بدأ يقل، الناس بدأت تحب النتيجة الطبيعية. بس ده لازم تقعدي مع المريضة مرة واثنين وثلاثة وفهميها ان ده ممكن ما يكونش مناسب لشكل الوجه، وان الانف الطبيعي افضل، وممكن ما اقدرش اوصل لك لده اصلا لان انت الانف عندك جلدك سميك وانا مش هعمل لك ده. واحيانا انا دايما في الكشف العب مع العين لعبة حلوة قوي، اقول له ما تقوليش ايه اللي مضايقك في مناخيرك، انا اللي هقول لك ايه اللي مضايقك. ولو انا وانت التقينا ان اللي مضايقك هو اللي مضايقني، هنعمل لك العملية. اوكي. هتقول لي حاجة وطلعت مشكلة وهمية أنا عيني كجراح ما جابتهاش، يعني مش هعمل لك العملية، وممكن تقابل جراح تاني يعملها لك. لكن أنا بالنسبة لي هيبقى في مشكلة بعد كده، لأن أنا لو ما شفتش المشكلة دي وما قدرتش أحلها لك، فأنت هيبقى في مشكلة بعد العملية، يبقى ما نعملهاش. تمام. أو تبقى مشكلة بسيطة مش مستاهلة العملية، في مشكلة بس مشكلة بسيطة، يبقى لما نيجي نقعد نتكلم مع بعض كاتنين اصحاب، لا يبقى مش لازم انا اخش عمليات. تمام. يعني ما حلش ماينور بروبلم ده، انا ده مبدئي في التجميل، فيري ماينور بروبلم بميجور سوليوشن، ده مش او ميجور سيرجري. تمام. فحته باربي نوز او الكلام ده طبعا عاوز اقول لك ان في الانف يمكن المشاهير فادونا اكتر من اي حاجه تانية. ليه؟ لان جت الفتره من 20 سنه كلهم عملوا تجميل انف بطريقه معينه عند جراحين بكونسبت معين، خلى الناس ما عادتش عاوزه المنظر ده. هي الناس عاوزه المنظر الطبيعي اللي هي تقول لها مناخيرك حلوه او مناخيرك جميله، بس مش مبالغ فيه. شوفت النتائج يمكن الأخيرة بالظبط، بأن الناس طولت عشان تشوف النتيجة حقت الشخص اللي سواها already. يمكن هي اللي ساعد. بالظبط. طب دكتور، هل العمليات اللي اليوم ممكن تساعد في تصليح أخطاء سابقة؟ يعني مثلا عملية سوت ما كانت صحيحة ومو ناجحة، أو حدث أي غلط فيها، هل ممكن عملية جديدة تصلح؟ طبعا. بس ترميم الأنف ده عالم كبير، وأنا بسميه تجميل الأنف أو ترميم الأنف ده. بقول إن الأنف دي بقت زي البلاك بوكس بتاع الطيارة كده. تمام. اللي أنا لازم أنا كجراح أبقى أنا مشخص إيه المشكلة، بس جوه العمليات ممكن ألاقي مشكلة تانية خالص. أوكي. فأنا لازم أبقى حاطط بلان A B C، وبرضو المريض عارفة إن أنا بلان A B C، لأن كل بلان ليها ممكن إن أنا أخد غضروف من مكان مختلف. إن إحنا بقول للعيانة دايما إن أنتي ممكن نبتدي بالحاجز الأنفي. يعني في عملية مريضة بتبقى عاملة عملية
ناخد من الحاجز الانفي وافتح الحاجز الانفي واتعب نفسي عشان حتى لو اخد حته غضروف صغيره اظبط لها بيها المشكله الصغيره. طب مشكله اكبر ممكن ناخد غضروف من الاذن، لكن انا شخصيا بحب غضروف القفص الصدري جدا، لانه غضروف قوي تقدري تشكلي منه اشكال مختلفه من الغضاريف، بيديكي كميه غضاريف محترمه تعيدي بيها بناء الانف. ودايما في تجميل الانف او ترميم الانف اقول يعني الكلمه زي اعطيني غضروفا اعمل لك اللي انت عاوزه يعني. تمام. لكن دي بقى المشكله اللي بتقابلنا لو مشكله جت في الجلد. الجلد ملوش حل. اوكي اي حاجه في الانف 90% تتحل غضاريف كلام من ده، لكن الجلد ملوش حل. لو لا قدر الله العمليه مأثره على الجلد مش هنقدر، ممكن نحسن شويه حاجات نظبط شويه حاجات، لكن ما نقدرش ابدا ان احنا نغير لو الميجور بروبلم مش هتتحسن. ايش يعني مشكله الجلد دكتور؟ ممكن يكون مثلاً الجلد أعطينا حصل مثل. له ان الجلد حصل له جزء من الضمور. اوكي. ماشي. ان الجلد احيانا الدعامه الحراريه تاثر على الجلد. بس انا بديكي لو مشكله كبيره ضمور في الجلد، حصل التهاب في الغضاريف اللي موجوده تحت الجلد وما تعالجش صح، فبقى الجلد ضعيف ورفيع جدا، ما اقدرش اصلح ده. اوكي. بيتحسن مع الترميم لكن ما بيروحش 100%. فدايما اقول للعيان لو المشكله جوه الغضاريف في العظم محلوله ان شاء الله. مشكله في الجلد بتبقى صعبه. من المشاكل الصعبه جدا برضو ثقب الحاجز الانفي، ليها طريقه في الحلول بس برضو مشكله كبيره. بس هنا حابب اقول حاجه، انا لما بقول هتتحل وترميم الانف جيد وبيحل المشاكل، بس ما تعتقديش ان انت هتبقي 100% محلوله زي عيانه عملت العمليه صح من اول مره. هذا هو السؤال اللي كنت حسألك اياه، هل العمليه اصعب في المره الثانيه او بالمره الاولى؟ لا المره الثانيه. المره الثانيه اصعب طبعا. لانك تعدل حاجه. لا التيشوز مش فيرج. اوكي. يمكن انا من اسبوع اشتغلت حاله تجميل انف كانت عامله مرتين قبل كده. المشكله مش انها مرتين او 3، المشكله ان حصل التهاب في المره الثانيه او الثالثه، انا لا اتذكر قوي، وحصل ان الجلد فضل او ان حصل ان الغضاريف حصل فيها التهاب وفضل مكمل معانا سنه وسنه وشهرين. هي شايفه شويه صديد بيخرج من الانف ومحدش عاوز يفتح الانف دي ويدرين كل الباص، ففضل الصديد ياكل في كل الغضاريف. مش اكل في الغضاريف بقى اللي محطوطه جوه العمليه، ده اكل في الغضاريف الاساسيه للانف. لكن انت تتخيل ان انا لما فتحت الانف، انا عاوز اقولك ان هو عباره عن حته جلد. جلد فقط بدون اي هيكل غضروفي. يلا طبعا. وده كان جه التحدي مش ان انا اجيب الغضروف بس، خلي بالك في ترميم الانف التحدي في ترميم الانف هو في حاجتين، في البذره والتربه. البذره بتاعه تجميل الانف او ترميم الانف هي الغضروف. فلازم اجيبه صح واحطه صح. تمام. وعامله بالطريقه معينه، وفضلنا كلنا المدارس تتغير لحد ما قدرنا نوصل لحاجه ان هو ازاي يعيش في المكان ده باحسن صوره. بدايه من ان احنا كنا نحطه على وضعه او نرجع نحطه جوه انسجه من فروه الراس، وحاليا بنحطه بطريقه دايس مفتته تماما بدون اي انسجه عشان يتعايش مع الخلايا. وتحضير التربه وده مهم جدا. ما هو عشان انا لما ازرع غضروف في مكان جديد لازم ياخد ترويه دمويه من الجلد اللي حواليه. البذره تاخد ترويه دمويه او تاخد التغذيه بتاعتها من التربه اللي هي الجلد. فاهم حاجه في ترميم الانف هو تحضير المريض، سواء تحضيرها النفسي سواء تحضيرها مره واثنين وثلاثه نعرفها احنا هنوصل لايه حسب مشكلتها. وثالث حاجه تحضير الانسجه. وخلي بالك في مشاكل بسيطه تتحل حلو قوي مع تجميل الانف وكانها عملتها من اول مره، والمشاكل الكبيره لا، الانف بتاعتك اكيد الى حد ما هتبقى متاثره باللي حصل قبل كده. طب دكتور، نسبه الشفاء فيها هل هي تختلف كمان؟ طبعا. بتكون اطول طبعا. مثلا؟ طبعا. لا تتوقعي نتيجه نهائيه محسومه في ترميم الانف، خصوصا لو ترميم كبير ميجور قبل سنه. طب هل كل عمليات تحتاج غضاريف؟ لا برضو انا بقى ضد الترند ده، لان ده ترند مرعب. واحده جايه تعمل تجميل انف وانت عاوزه نتيجه طبيعيه. انا عندي منجم جوه اسمه الحاجز الانفي، احيانا بيكون ديفيشنت وضعيف. بس هل كل مريضه داخله تعمل تجميل انف اعمل لها اجيب غضروف من القفص الصدري؟ انا ضد المدرسه دي. في جراحين كتير هو للاسف بيستسهل. رقم 1 غضروف القفص الصدري سهل انه يجي، مش صعب، اسهل. تاني حاجه بيديله كميه غضاريف كتيره، بيديله كميه غضاريف قويه. فعشان يرسم الانف لازم ياخد غضروف. امتى الجا لغضروف من القفص الصدري او من الاذن في عمليه تجميل انف لاول مره؟ لو الجلد سميك. لان طبعا الجلد السميك او احيانا تجميل انف كمان بتوع اسيا بيكون في ضعف في الغضاريف، فانا محتاج غضاريف، كميه غضاريف كبيره، ساعتها ممكن اخد. لكن كل واحده هتخش لي العياده
علشان اعمل لها نتيجه تجميل انف حلوه اخد لها غضروف من القفص الصدري؟ طب هل له مشاكل؟ هو ملوش مشاكل. غضروف القفص الصدري انا دايما اقول للمرضى اذا كان الطفل اللي عنده اذن ضمره او مايكروتشيا ناخد منه 3 ضلوع مثلا في سن 6 سنين، فما عندوش مفيش مشاكل كتيره قوي، لكن برضه يظل جراحه ويظل باخد جزء من الجسم. يبقى لو ملوش ضروره طبيه انا بشوف ان ده غلط واستسهال من الجراح. دكتور، هل يمكن عملية الليكويد راينوبلاستي اللي هي الانجكتل اللي هي الفيلرز أو الفيلر اللي ينحط، هل ممكن يجي محل العملية؟ يعني نبدأ نزعل بقى. بصي يعني الليكويد فيس نحن ليفت، نتكلم عن كل اللي صاير برا، ليكويد فيس ليفت نسألك عشان نفيد الناس. الليكويد فيس ليفت ماشي، أو الأنسجة في الوجه شوية في سبيس إن أنا أحط شوية فيلر. ربنا خلق النوز زيها زي الإير، الجلد لازق على الغضاريف بعلاقة معينة وعلاقة وثيقة وعلاقة استثنائية. عشان كده حتى في ترميم الأنف أقول لك ممكن ما نرجعش نستعيد العلاقة دي 100%. فإن أنا أقوم جاي يعني حاجة لازقة في حاجة يعني أفهمها لك إزاي، وليكن إن يعني حاجة كفر لازق في حاجة بطريقة معينة بطريقة قوية أدهيسيف جدا ليه، ورحت أنا جاي زي القشرة اللي بتتحط على الخشب في المنتجات الخشب في الأساس المنزلي، ورحت جاي حائن حاجة ما بين القشرة الخشبية دي والخشب نفسه. أولا أنت بتحط الماتيريال دي تحت بريشر عالي جدا، البريشر العالي ده بيعمل ضمور في الغضاريف وفي الجلد اللي فوقها. حتى لو ما ظهرش دلوقتي مع الوقت بيتلفها تلف مستمر. تاني حاجة اندر بريشر وواحد بيحقن ومش فاهم الاناتومي صح يقوم داخل في المادة داخلة في شريان او انا بقول قافلة شريان، فيعمل مشاكل سواء على مستوى الجلد او لا قدر الله بقى المصيبة الكبيرة الشرايين الأنف خصوصا في المنطقة العلوية مرتبطة بشرايين العين بطريقة ما، يعني في فلو كده ما بينهم، ممكن يحصل لا قدر الله فقدان للبصر سواء مؤقت أو دائم، ودي مصيبة. وبعدين أنت بتحط حاجة بتحل لك المشكلة 3-4 شهور، أنا بعمل الريسك ده كله عشان 3-4 شهور وبعد كده الفيلر هيروح. فالموضوع بقى يعني العينة تيجي تزهق بعد 2-3 تقول أنا عاوز أعمل تجميل أنف وهي بهدلت مناخيرها خيوط وفيلر، تيجي تقول لك انا عاوز اعمل تجميل انف. طب ما تجميل الانف ده حضرتك هنخش نلاقي الانسجه مش طبيعيه، فما تتوقعيش ان النتيجه هتكون جيده زي ما تكون التيشوز عندك فيرجن. فيعني انا بالنسبه لي الليكويد راينوبلاستي ده مأساة كبرى، احنا بنحاول فيها نبعد عن الحل الدقيق وهو تجميل الانف. طب دكتور، ما هي الحالات اللي ممكن نستخدم فيها العمليات الأنف المغلق أو المغلقة؟ أيوة كلوز. وهل تنصح فيها بدل الجراحي ولا لا؟ وإيش هي؟ بصي أنا في حياتي في الحياة عموما مفيش عندي حاجة وحشة حلو طول الوقت وحاجة حلوة طول الوقت. كلوز راينوبلاستي أنا بشوف إن هي الخناقة كلها ما بين مدرسة الكلوز راينوبلاستي والأوبن راينوبلاستي اللي أنا شايف إن هي بدأت تقل هي على الجرح اللي في الكولوميلا هنا اللي هو سمكه أو عرضه 3-4 مللي. هم 3-4 مللي الجرح ما بيبانش وما بيبقاش باين، في حين إن الجرح ده لما بيتفتح في الأوبن راينوبلاستي بيديني اكسبوجر للنوز، بشوف كل المشاكل واحلها قدام عيني واتاكد ان انا حلتها وايه اقوم قافل. الكلوزد راينوبلاستي في ناس متمرسه فيها وبتعملها، ولكن اكيد انها مش هتدي اكسبوجر زي الاوبن راينوبلاستي. طب امتى انا بلجا للكلوزد راينوبلاستي؟ قلت لك انا مش ضد اي حاجه في الدنيا، المشكله في الهم بس، مش محتاج اشتغل على الارنب، ممكن اشتغل على على المشكله في الحاجز الانفي وظيفيه، مش محتاج افتح بقى الانف وافتح الحاجز الانفي من فوق، ممكن افتحه من جوه. تصغير فتحات اكيد دي مش محتاج ان انا افتح اوبن راينوبلاستي، لكن وانس ان انا هشتغل على التب لازم تبقى اوبن راينوبلاستي او افتح الجلد. تمام. في النهايه هي تفضيل جراح والمدرسه اللي هو اتعلم عليها، وانا دايما من انصار ان الجراح لو بيعمل حاجه وماسترنج تكنيك معين ما يغيروش علشان العيان. العيان مش متقبل التكنيك بتاعك، احنا عملياتنا اختياريه، ممكن حضرتك تروح للجراح تاني. لكن ان انا كجراح مش من الامانه ان انا اقول انا ماسترنج تكنيك معين بس عشان العيانه دي ما تروحش مني انا هعمل لها بالتكنيك اللي هي عاوزاه وما وصلهاش للنتيجه اللي هي عاوزاها، يبقى ده نوع من عدم الامانه ومش حلو على المدى البعيد. لكن عموما الاوبن راينوبلاستي والكلوز راينوبلاستي الفرق الوحيد هو الجرح اللي هنا. ده يعني طبعا بتوع الكلوز ده هيزعلوا مني شويه، يقول لك لا اول فرق في الديسكشن اوكي، بس في النهايه الاوبن راينوبلاستي معايا انا شخصيا ومع كتير من
الجراحين بتحقق لهم النتائج اللي هم عاوزينها بنسبه 100%. طب نتائج الهيلينج أو يعني سكار السكار اللي موجود كم ممكن تروح، وهل فعلا يبين إنه خلاص مو موجود ولا يبين؟ نسبه كبيره ساعات بيبان ان هو مش موجود، أوكي. بنسبه كبيره جدا. الجلد هنا الجرح بتاعه اوبتيمم، مم. ما عليهوش تنشن، احنا مش عاملين شد. مم. طول ما الجرح ما عليهوش شد الجرح بيطلع حلو قوي. أوكي. تمام. حتى لو بقى ظاهر شويه ممكن نعمل عليه شويه، ده بتكلم على نسبه 1% من الحالات فراكشنال. مم. تمام، يعني ما بنعملوش خالص تقريبا، بس انا بقول لو شويه فراكشنال وكريمات مم. تحسن الجزء ده، غير اصلا ان هو جزء مش ظاهر. عشان تشوفيه لازم حد يرفع راسه لفوق أوكي. ويبص عليه. مم. يعطيك العافية دكتور، شكرا. شكرا جزيلا. أشكركم جميعا. اليوم كانت جلستنا رائعة وجميلة مع الدكتور أحمد الشريفة، وإن شاء الله الحلقة الجاية بنغطي فيها كمان أكثر عن جزء جديد وأكيد يهم المشاهدين. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا. شكرا.